انا الاخت مرحبا بك في لاج سيتي. شنو المشكل اللي وقع في سبيطار مريم على الخلفيه ديالو؟ انت باغا تدير بواحد التصريح لاحدى القريبات ديالك اللي قلتي بنت خالتك توفى لها الجنين، وهذا شنو الظروف والملابسات ديال هذا الحادث هذا؟ بنت خالتي جبناها له نهار الخميس، دخلناها صردوها عند طبيب الاسعاف عطاهم باش يعملوا لها ليكوغرافي. كلهم رفضوا انهم يعملوا لها ليكوغرافي، ما بغاوناش نهار الخميس. عاوتاني نهار الجمعه باقا بالحرق قلنا لهم عملوا لنا ليكوغرافي، قال لك لا غتولد نورمال بلا ما يحتاجش هاد ليكوغرافي. بقات الحرق الجمعه كامله، ملي كتجي تدخل عندهم كيقول لها خرج انت باقا ما عتولدش، كيدوروا فيها لحقاش حنا كنا ما عطينا لهم لا فلوس لا شي حاجه ديك الساعه. نهار السبت في الصباح قلبوها، المراه كتهبط بالدم وديك الشيء، قالوا لنا ديوها للدار. قلنا ما يمكنش عطيونا الملف ديالها والتزموا انكم نتوما اللي عطيتوها لنا نديوها. قال لك حنا ما عندكم لا دوسي لا والو، غير هزوها وسيروا. دابا هذا اسمح لي، هذا واش الطبيب هذا الطبيب القابلات هما اللي كيتكلموا دابا الطبيبه ما انا ما شفتش الطبيب اخي. نعم القابلات قال لك ديها، قلنا لهم عطيونا الملف ديالها انكم كتخليو المسؤوليه ديالكم من هذه السيده هذه ونمشيو بحالنا. قال لك لا ما كاينش الملف، ديو العائله وسيروا. قلنا لهم لا. جات واحد السيده كانت واقفه معايا جرت القابله، قالت نخلصوك وقبطنا تقلب الفيلم، ما بقاش يديوها معاكم ولا قالت لي شحال تعطينا. قلت لها شحال خصك؟ قالت لي 1000 درهم. قلت لها 1000 درهم بزاف، نعطيوك 500 درهم. قالت لي لا 1000 درهم. بقينا كنتشطروا 800 درهم كذا وقفنا في 600 درهم. عطيتها انا كانت عندي 500 درهم، ما عطيتها 500 درهم. قالت لي شوفي الا ما زيدتيني شي 100 درهم ما نحطش يدي فيها. هاد القابله هذه كتعرف السميه ديالها؟ سميتها فاطمه، كنيتها ما كنعرفهاش. نعم. واش من نهار بالضبط ولا شنو بالضبط؟ نهار السبت مع نقول لك 11 ونص النهار. مع 11 النهار قابله سميتها فاطمه. نعم تفضل. جات هي قالت لي تفاهمنا على 600 درهم، قالت لي انا غنضرب فيها ثمنها بزاف وغنمشي عند ولادي. دابا كانت كتفاهم معاك مباشره انت ياك؟ انا ومعايا السيده الشهيده. نعم. معايا السيده دخلنا لواحد البيت وسدت ودينا كنتفاهموا في الثمن. نعم. عطيتها 500 درهم انا اللي كانت عندي، قلت لها خصك 100 درهم عطيو السيده نجيبها لك. قالت لي لا انا ما غنحطش يدي فيها حتى تجيب لي 100 درهم اللي ناقصك. قالت لي حيت كيعملوا لي هكا، كيقولوا لي ولد ملي كنولد ما كيعطونيش فلوسي. فلوسي هكا فلوسي. عطيتها مشيت ضبطت لها في 100 درهم الزنقه وجبتها لها. قلت لها 100 درهم ها الصاك د الحوايج، ولكن الحال هي ملي عملت لها قالت لي عندها المهم نخدو ريا في السقيه. قلت لها دابا كطلب سيزاريا. قالت لي انت ماشي شغلك، الا خص الطبيبه انا غنجيبها وإلا تولد طبيعيه انا غنولدها، انت كتعرف غير المراه والده. دخلوا المراه بقاو معاها شويه، كتعاود لي السيده ملي كانت نداخل قالت لك الفونتوز ما بقاش فيه الضوء. عملت الفونتوز في المراه والضوء ما عندهمش وخلات ما يخدمش. خلات الفونتوز في وسط المراه وكتخطي فيها وكتعامل معها بواحد المعامله قبيحه كاننا ما عطيناهاش ديك 600 درهم. المراه ولات حيدت منها الفونتوز وبقات لها تحول من كاما لكاما، والمراه في طور الولاده حولتها من كاما لكاما. من بعد عيطت عليا ولدني الطفل، كتعمل له الاكسجين كتنفخ له هذه البلاصه، كتقول لي شو هذا الموضع كتنفخ، هو كيبان لي انا ميت. بقات كتبرك له هنا، عيطت للبيدياتر ما جاتش. شويه خرجوا قالوا لنا العائل مات. العائل في اخر اللحظات ديالو وهي كتعمل له داكشي ديال القلب، كتسمع دقات القلب الطفل، يعني مات في يده ديك اللحظه. وحنا بغينا نشوفوا شي حل. تما راه مجزره خدامه في السبيطار ديال لاله مريم اخاي، راه الكويت تما ماشي المغرب ولا هذاك. يعني عرفتي السومه. المراه قدامي عطاتها 800 درهم، قالت كتعاود لي قالت لي ماشي 800 درهم 80 درهم. قالت لها شنو هذا اللي عطياني؟ قالت لها غير ولدني وزيد. قالت لها وانت عطيتيني دابا باش غادي نولدك انا؟ يعني ولاو كيتخلصوا ما بقاش سبيطار المخزن. هذيك ولات دابا نقول لك ولا سبيطار كلينيك. هذيك دابا صافي اللي ما عندكش 1000 درهم و600 درهم و500 درهم ما تولدش. وحده كتولد سوق طابل كتعاود لي بيدها، عطاتو 200 درهم. قالت لها قولي امك تكمل لي 200 درهم الاخر ونكمل لك الولاده. خرجت عند المراه كملت لها 40000 فرنك عاد كملت لها هي الولاده. السيده ما جا من القصار جايه ايرجونس. نعم. يعني هذا الرشوه وهذا الشيء اللي في السبيطار خصنا الحل، راه ما يمكنش. راه المواطن اللي كيدعي دابا هاد السيده ضاعت في ولدها كتبكي، خصها ولدها المراه بقات لها حاله نفسيه عرفتي ما تمكنكش تشوفها، ما تقدرش تشوف ديك الحاله اللي فيها ديك السيده هذيك زعما كتعزى عليك. علاش؟ السيده كطلب سيزاريا عملوا لها سيزاريا، كطلب عادي ولدوها عادي، علاش بقيتي شابراها؟ يعني واخا كانت الحاله سيزاريا هي بقات كتعصر فيها باش ما ترجعش ديك 600 درهم باش تولدها فهمتي عاديه وما تعطيش ديك الفلوس. والمسؤوليه ما كايناش، تدخل تشوف حبابك واش خصهم شي حاجه شي دواء شي حاجه ما كايناش، ما يخليوكش تدخل مع الباب. اذا اهتموا نتوما بالمرضى وخليونا حنا برا، ماشي نتوما داخل ما كديروا لهم والو وحنا ما ندخلوش عندهم. ايوا شنو هاد الحالات؟ هذا سبيطار ديال لاله مريم راه خص بعدا قسم الولاده مصحه الولاده خصها تفتيش وخصها مراقبه، خصهم يشوفوا شنو كيجرى لداخل. ايوا هادشي اللي غادي نقول لك اخاي.